ازيكم عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. بمناسبه المدارس تعالوا نعمل لاولادنا النوتيلا اللي هم بيكونوا اساسي عندهم في السندوتشات، اذا كان عليهم عايزين ياخدوها يوميا للمدرسه، اللي هي القابله للدهن. احسن نوتيلا يا جماعه هنعملها بمقادير سهله وبسيطه، وزي ما انتم شايفين القوام الجميل ده. وعايزه اقول لكم كمان لسه ما تخش التلاجة هتتماسك وتبقى بجد حاجه جميله. تعالوا نشوف عملنا كل الكميه الجميله دي ازاي بمقادير سهله وبسيطه وكمان مفيده ومغذيه لاولادنا. يلا بينا نسمي بالله ونصلي على الرسول ونخش في المقادير على طول. اول حاجه هنا عندي كوبايه الا ربع من اللبن، هحط عليهم وهدوب فيهم كيس نسكافيه اللي هو التلاتة في واحد بطعم البندق. تمام كده، يبقى كوبايه الا ربع من اللبن عليهم كيس نسكافيه اللي هو بطعم البندق، ولازم جدا يكون بطعم البندق عشان يدينا نفس الطعم بتاع النوتيلا الاصليه. وهنزل كمان عليهم هنا بكوبايه الا ربع من السكر. تمام كده تمام كده. انا في الاول نزلت بنص كوبايه من الحليب، ولكن هننزل بربع كوبايه تاني دلوقتي، فهنقول المقدار كله كوبايه الا ربع. كمان نزلت هنا بمعلقه كبيره من اللبن البودر عشان يعزز معايا الطعم كده، ويبقى زي ما قلت بنعمل حاجه مفيده لاولادنا، يعني نزود طعم اللبن بتدي كده تست حلو. وهنزل هنا بنص كوبايه من الزيت زي ما انتم شايفين كده، وهبدا اخلط كل المكونات دي بالمضرب اليدوي عادي، يعني تقليب عادي جدا. وهبدا هنا انزل ب 50 جرام من الكاكاو، يعني نص كوبايه من الكاكاو يا جماعه. تمام كده زي ما انتم شايفين كده اهو. هبدا بقى هنا اقلب كل المكونات دي، وبعد كده هبدا اشغل المضرب بتاعي علشان الخليط معاه يبدا يتماسك بالشكل ده كده. تقدري تحطيه في الخلاط، تقدري تعمليه في الكبه عادي جدا. هبدا بقى اشغل هنا المضرب الكهربائي، وزي ما قلت هنقلب فيه كويس قوي. طب احنا عايزين نديها كده حاجه نخلي النوتيلا بتاعتنا ناعمه كده وجميله زي اللي بتيجي من بره، وكمان هتدي سمك حلو جدا. هنحط كمان معلقه كبيره من الكريم شانتيه، تقدري تحطي معلقه لمعلقتين، ولكن انا استكفيت بمعلقه واحده لاني ما شاء الله كانت تقيله معايا وزي الفل. هنا انا قلت لكم انا في الاول حطيت نص كوبايه من اللبن، وهبدا هنا احط كوبايه ربع كوبايه تدريجيا، لاني الكاكاو يا جماعه عامل زي الدقيق بالظبط. في كاكاو بيشرب سوائل وفي كاكاو لا، فانا عايزه اوصل لسمك معين اللي هو هتشوفوه قدام حضراتكم ده. بس كده يعني المقدار كان ايه؟ المقدار كان كوبايه الا ربع من اللبن، كوبايه الا ربع من السكر، نص كوبايه كاكاو، وكمان حبايب قلبي نص كوبايه من الزيت، كيس نسكافيه بطعم البندق، وبالشكل ده واللي هي معلقه كريم شانتيه زي ما قلت لكم. عمل معايا بقى الكميه الجميله الخطيره دي. شايفين ملا معايا ما شاء الله البرطمان الكبير ده عمل معايا اكتر من نص كيلو من النوتيلا، مع اننا عاملين مقادير بسيطه مش مقادير كتير. يعني تقدري بقى تضاعفي الكميه لو انت عايزه تعملي شويه حلوين عندك ويقعدوا عندك في التلاجة فتره. تمام. بس كده بقى معايا قوامها بالسمك الجميل اللي انت شايفاه ده. عايزه اقول لكم بجد خطيره، بتوفر علينا كتير جدا، نفس طعم وريحه وقوام النوتيلا الجاهزه اللي البرطمان بتاعها دلوقتي داخل في 200 جنيه. فيعني بجد جميله جدا جدا. وزي ما قلت لكم هبدا هنا بقى افضيها في البرطمان تاني، انا بس فضيتها كده عشان اوريها لكم، وهبدا بقى احطها في التلاجة هتتماسك بعد كده معانا وهتبقى خطيره. ما تنسيش تعملي لايك للفيديو.